السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم دكتور علام أحمد. عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله عن بعض الأمراض الفطرية زي البياض الزغبي في البصل والندوة المتأخرة في البطاطس. الحقيقة بالنسبة للبياض الزغبي بصفة عامة أو الندوة المتأخرة، العلاج واحد، يعني المبيد اللي بيشتغل بياض زغبي هو اللي بيشتغل ندوة متأخرة. حاليا دلوقتي احنا في موسم البطاطس اللي هي المستورد، العروات المستورده، وفي موسم البصل. فتيجي تلاقي بعض الناس مثلا في البصل يقول لك انا بحط زهره مع المبيد الفطري. لازمتها ايه؟ يقول لك عشان بترفع من كفاءه المبيد الفطري. الكلام ده غلط يا جماعه. بعض المزارعين برضو عايز انبههم، بالاخص مزارعي البصل، يا ريت نبص على المواد الفعاله. ما ينفعش حضرتك تروح تجيب مبيد وليكن اكس ومبيد وليكن واي وهما الاثنين اكس وواي نفس الماده الفعاله. فلازم نكون حذرين للحاجات دي واخدين بالنا منها. يعني ما ينفعش مثلا اجيب كبريت مكروني مثلا صنفليكس واجيب كبريت مكروني، ما نفس الكبريت هو ده نفس الكبريت. ما ينفعش اجيب ساندوكيور وروداميل، ما هي نفس الماده الفعاله. يبقى انا هنا بكلف نفسي فلوس انا في غنى عنها. ده بالنسبه لقصه المبيد الفطري. بتلاقي ناس مثلا ضيفه كربندازيم، نصرزيم، كبريت، صنفليكس، روداميل، منكوزيب، دياسين، كل الكلام ده المواد فيه متشابهه. فرجاء نركز ان دايما احنا محتاجين الفتره اللي جايه الماده الفعاله في المبيد ما كررهاش اكتر من مره على البصل، او على ما ارجع لها تاني يكون انا رشيت 3-4 رشات، بحيث ان انا ما اكررش ماده فعاله بفتره بسيطه. بالنسبه للفحه الاستيموفوليوم اللي منتشره في البصل والبوتورايتس، يا جماعه لفحه الاستيموفوليوم المبيد اللي هيجيب معاك كويس خالص حاجه اسمها دوفيكس 200 سم للفدان. بالنسبه للبوتورايتس اللي هو ماده البرميثانيل او المايستيك، المبيدات دي كويسه جدا، هتجيب معاك بياض زغبي لطع رجوع. يعني انت حتى لو خلطت اللي هو الدوفيكس مع المايستيك كده انت اشتغلت على كل حاجه، بدايه من البياض الزغبي، لطع رجوانيه، لفحه بوترايتس، لفحه استيموفوليوم، كل الكلام ده كويس خالص. بالنسبه لموضوع قصه ان انا ما بخلطش مادتين فعاله سايلين، مفيش مشاكل. البودر برضو يعني هو بيعمل فعلا طبقه حمايه على المجموع الخضري كماده لاصقه، يعني فمفيش مشاكل تخلط مثلا مبيد سايل مع حاجه بودر او ووتابرجوناليولز حبيبات اللي هي دبليو جي. فممكن خالص ترش كوفريت. بالنسبه للبصل كوفريت 500 سم زائد 100 جرام ستون على 6 ملوات للبصل، مفيش ادنى مشكله خالص. يبقى انت خلطت حاجه سائل مع حاجه حبيبات او حاجه بودر. نيجي بقى للمشكله اللي على البطاطس. بعض الناس ما تيجي مثلا ترش حاجه زي الزورفيك يقول لك لا ده هو مسجل بياض زغبي او كذا. لا، هو ما دام مسجل بياض زغبي هيشتغل برضو على البطاطس. الاورانديس الترا من المبيدات اللي فعلا، يعني الاورانديس الترا من المبيدات اللي تخليك يعني مستقانيوس بعد ما ترشها. اقل تركيز هيجيب معاك نتيجه في الارض 50 سم لكل 100 لتر ميه، وهيشتغل معاك زغب وندوه متاخره، مفيش مشاكل خالص. وعن تجربه، يعني انا عملت تجربه عند مزارع خليته رش البطاطس مرتين اورانديس الترا. الراجل ده طلع زرعه البطاطس يمكن باقل رش عن كل سنه، بالاخص الامراض الفطريه اللي هي بالتحديد ندوه متاخره في البطاطس. فمفيش مشاكل. المبيد مسجل بياض زغبي، بس ايه المانع انه يشتغل ندوه متاخره؟ ده بالنسبه لبعض الحاجات اللي انا عايز بس اضيفها. الحاجات من النصائح الثانيه، يا جماعه بلاش ترشوا احماض امينيه على البصل، بالتحديد في الفتره اللي احنا موجودين فيها اللي هي شهر 2 واول 3. بلاش نرش احماض امينيه على البصل، لان الاحماض الامينيه بتعمل طبقه على سطح الاوراق، وبتكون تربه خصبه او بيئه خصبه لنمو الامراض الفطريه. فانت حضرتك بلاش ترش احماض امينيه في الفتره دي. لو لازم ممكن ترش حاجه اسمها فيتانيك اس كي، منها فيها سيليكا وطحالب بحريه، ومنها هترفع المقاومه الجهازيه للنبات، وهتعمل لك السيليكا طبعا بيعمل طبقه حمايه من الامراض الفطريه.
برضه ممنوع خلط المغذيات مع المبيدات الفطريه. الحقيقه انا ما بفضلش خلط المغذي مع المبيد الفطري، لان لو عندك اصابه حتى لو بياض زغبي اصابه بسيطه فانت كده قللت من كفاءه المبيد الفطري وخليت الفطريات اكثر انتشارا. فرجاء انا وانا برش البصل او بطاطس بلاش اخلط المبيد الفطري بالمغذيات. ايضا من الحاجات اللي بلاحظها ان المزارع عايز يرش فدان البصل ب4 ملوات في التريبس. رجاء فدان البصل لو هرش تريبس مش اقل من 8 ملوات موتور ظهر، واعمل الموتور شمسيه واغطي كويس بحيث المبيد ينزل في بلعوم البصل. من المبيدات برضو الكويسه خالص في التريبس اللي هو مبيد كاجورا 200 سم للفدان، وايضا مبيد هاتشي 200 سم للفدان. ايضا ماده الاميدا كلوبرايد كويسه خالص، وممكن تخلطها مع الفا سايبر مسرين او حاجه بيروسرويد، سواء كانت لمبضه او الفا سايبر مسرين او زيت سايبر مسرين، كل الكلام ده يشتغل معاك. بالنسبه للتريبس من الخلطات الكويسه خالص ليه اللي هو مبيد اللي هي ماده الاميدا كلوبرايد مع الالفا سايبر مسرين، دي خلطه كويسه خالص. ايضا الكاجورا او الهاتشي كل مبيد فيهم منفرد 200 سم للفدان. ايضا ماده الدايميثويت 500 سم للفدان بتضيفها مع لمبادة سالوسرين، خلطه فتاكه في موضوع التريبس. زي مبيد تبرو 1 50% هو الماده الفعاله بتاعته دايموسويت، زائد لمبادة سالوسرين زي مثلا الدولف اكس 500 سم و500 سم، اعملهم على برميل بياخد 250 لتر ميه ورش بهم البصل واغسل كويس، هتاخد نتائج محترمه ان شاء الله. ارجو ان انا اكون افدت حضراتكم الحلقه ديت، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية كتير. كل عام وحضراتكم بخير. احب اذكركم بالاشتراك في القناه وشير المحتوى بحيث يوصل العلم النافع لكل الناس. كل سنه وحضراتكم طيبين. سلام عليكم.